إن الإيمان بالبعث واليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان وأسسه العظام التي لا يقوم إلا بها. والبعث هو إخراج الناس أحياء من قبورهم بإذن الله وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهم. ولكن كيف يبعث الله عز وجل الخلق يوم القيامة؟ وكيف ستكون هيئات الناس عند البعث؟ وهل سيكونون بثياب أم بغيرها؟ وما هي أعمار الناس حينها؟ ومن هو أول من تنشق عنه الأرض؟ بعد انتهاء علامات الساعة الكبرى يكون النفخ في الصور بإذن الله هو أول ما يسمعه الناس، ويكون يوم الجمعة. والصور هو بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور الآن مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى. والنفخ في الصور يكون مرتين، وقال بعضهم 3 مرات. الأولى هي نفخة الصعق، يموت منها كل من بقي على ظهر الأرض، ويموت من في السماوات إلا من شاء الله عز وجل. ثم يأمر الله تعالى بالنفخة الثانية التي يقوم فيها الناس والخلائق لرب العالمين سبحانه جل في علاه. وقد جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. ولم يجزم أبو هريرة رضي الله عنه هل هي 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، فتتحلل أجسادهم في هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، وهي عظمة مستديرة، تلك التي في أصل الظهر في أسفله بحجم حبة الخردل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. والجدير بالذكر أنه بعد نفخة الصعق يحدث اختلال كوني عظيم، حيث تختل دورة الكواكب، وبالتالي تزلزل الأرض وتخرج عن اتزانها، وتتناثر الجبال وتدك هي والأرض ليسوى عاليها بسافلها، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ويموت جميع من على الأرض، ويموت جميع الملائكة بما فيهم ملك الموت عليه السلام وإسرافيل عليه السلام، ولا يبقى أحد في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، فينادي الملك جل جلاله: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعدها يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام للنفخة الثانية في الصور. فإذا أراد الله عز وجل بعث الخلائق أنزل من السماء ماء كمني الرجال، فإذا أصاب الماء هذا العظم نبت منه الجسم كما ينبت النبات، ويتركب الخلق من هذا العظم كما بدأ الله عز وجل أول خلق يعيده، وهو على كل شيء قدير. ثم ينفخ في الصور نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى الأجساد، فيخرج الناس من القبور سراعا إلى أرض المحشر. نسأل الله عز وجل رحمته وعفوه ومغفرته ولطفه. ويحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، ويبعث الخلق كل واحد منهم بحسب ما مات عليه، فمن مات وهو حاج يبعث ملبيا يوم القيامة، ومن مات وهو شهيد يبعث بدمائه حمراء عليه يوم القيامة، ومن مات وهو يقول لا إله إلا الله يبعث عليها يوم القيامة. اللهم حسن الخاتمة.